مراجعة فيلم الست للنجمة الكبيرة قوي منى زكي والمخرج الأستاذ مروان حامد. اكشن. طب يا جماعة، أنا عايز قبل ما أتكلم عن الفيلم وأعمل ريفيو كده صغير عن فيلم الست، حابب أقول حاجة مهمة جدا. إن بجد يا جماعة السوشيال ميديا بقت حاجة صعبة جدا 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 ولا تحتمل. ويعني رجاء شخصي، أي حد يا جماعة ليه مطلق الحرية انه يعجبه فيلم او ما يعجبوش فيلم ويقول رأيه فيه بكل حرية وبكل صراحة وبكل وضوح، ولكن بعد ما تتفرج على الفيلم، يعني ارجوك ما تحكمش على اي حاجة غير بعد ما تتفرج عليها او بعد ما تشوفها. لان بجد كمية الهجوم اللي اتعرض له فيلم الست من قبل حتى ما الناس ما تتفرج عليه كان هجوم بصراحة غير مبرر على الاطلاق. ومعرفش اشمعنى النجمة الكبيرة بالذات، يعني منى زكي بالذات، هي اللي كل عمل جديد ينزل لها لازم يحصل عليه الهجوم الكبير جدا ده. طبعا مش عايز اذكر اعمال بعينها، ولكن كلنا عارفين الاعمال اللي تم انتقادها فيها بشكل كبير جدا، وفي الاخر كل الانتقادات دي بتطلع على فشوش وبتطلع كلام فاضي وبتطلع ملهاش اي اساس من الصحة. خلينا ندخل في ريفيو الفيلم. طيب، خلينا نبدأ بالأداء التمثيلي في فيلم الست. بصراحة الأداء التمثيلي من كل الشخصيات الرئيسية اللي في الفيلم على أعلى مستوى من مستويات التمثيل، خصوصا النجمة الكبيرة منى زكي. على فكرة يا جماعة، منى زكي اجتهدت في الدور ده بشكل غير طبيعي، دور صعب جدا والشخصية صعبة جدا. سيبك بقى من حتة الشكل ومش الشكل والكلام ده كله، ولكن بنتكلم على الأداء التمثيلي وعلى الروح وعلى اللحظات الإنسانية اللي عاشتها أم كلثوم. هل النجمة الكبيرة منى زكي قدرت تجسد ده؟ قدرت تجسده بمنتهى البراعة، وفعلا الدور ده واحد من أقوى الأدوار اللي عملته منى زكي في تاريخها. على الجانب الآخر بقى بقية الممثلين المشاركين في العمل، خلينا نتكلم عن سيد رجب واللي عامل دور الشيخ البلتاجي أو والد أم كلثوم. الحقيقة كان أداؤه في منتهى الروعة. كذلك أداء أحمد خالد صالح واللي كان عامل شخصية أخوها خالد، برضو كان أداؤه جميل جدا في الفيلم. اللي كان مفاجأة بالنسبة لي من مفاجآت الفيلم الصراحة هو أحمد رضوان ممثل شاب عامل دور إن أم كلثوم هي خالته، وفي نفس الوقت هو مدير أعمالها، وطالع شخصيته يعني اسمه الدسوقي. بصراحة أنا شايف إن الدور ده كان مساحة حلوة جدا وجرأة كبيرة من المخرج الكبير مروان حامد إن هو يديها لحد لسه طالع جديد زي أحمد رضوان، ولكن عمل الدور بشكل جميل جدا جدا جدا. يعني دول يعتبر الشخصيات الرئيسية اللي كانوا حوالين أم كلثوم. لو هنتكلم بقى عن ضيوف الشرف، بصراحة كل ضيوف الشرف كانوا عاملين الأدوار بشكل جميل جدا وبشكل حلو جدا. أبرزهم بالنسبة لي المشهد اللي ظهر فيه أحمد حلمي ابرزهم بالنسبه لي المشهد اللي ظهر فيه احمد حلمي واللي كان عامله بشكل فيه كوميديا. يعني بصراحه مفتقدها لاحمد حلمي، ومفتقد ان هو يعمل فيلم كوميدي لطيف، ومنتظر منه ده جدا. عمرو سعد كمان في دور جمال عبد الناصر عمله بمنتهى الجمال، واول مره اشوف حد يعمله من السكه دي، من سكه مختلفه تماما. طبعا حدث ولا حرج، النجم الكبير كريم عبد العزيز برضو واحد من اقوى الناس اللي عملت دور في الفيلم ده كضيف شرف في الفيلم. خلينا برضو نتكلم عن محمد فراج. ومحمد فراج عمل شخصية أحمد الشاعر أحمد رامي بمنتهى الإحساس، يعني بجد بعيدا عن كل الأدوار المسيكبة شوية اللي فراج بيعملها مؤخرا، ولكن من وجهة نظري يعني عمل الدور ده بمنتهى الإحساس كده وبمنتهى الرومانسية. يعني ده بالنسبة للأداء التمثيلي. خلينا نخش في بقية عناصر الفيلم على مستوى الإخراج طبعا. خلينا نتكلم عن إخراج الأستاذ الكبير مروان حامد للفيلم. يا جماعة الأستاذ مروان حامد ما بيعملش فيلم كده أي كلام وخلاص. أستاذ مروان حامد واحد من أقوى وأهم المخرجين في مصر في الفترة الأخيرة. الفيلم ده أستاذ مروان حامد عامل فيه مجهود خرافي. أنا متأكد إن الفيلم ده هو تعب فيه جدا 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 عشان يقدر يطلعه بالصورة دي. على مستوى الديكورات حسيت بصراحة إن الديكور كان مناسب جدا للأحداث وبينقل بشكل كبير جدا فعلا يعني تحس إن أنت جوه الحقبة الزمنية اللي كانت عايشة فيها أم كلثوم. فعلى مستوى الديكور والازياء كمان، بالنسبه برضو للازياء كانت برضو مناسبه جدا للعصر اللي بيحكي فيه الفيلم، والاكسسوارز وكل ما له علاقه بالاحداث. على مستوى المونتاج حسيت ان الايقاع بتاع الفيلم سريع، ما حسيتش بملل خالص، على الرغم من ان طول مدة الفيلم، يعني مدة الفيلم حوالي ساعتين و35 دقيقة تقريبا. فمع ذلك ما حسيتش ان الايقاع بطيء او حاجة، بالعكس النص الاولاني من الفيلم كان بيحكي عن قصة معاناة ام كلثوم لحد ما وصلت، وبعد كده الجزء الاخر بقى اللي بيحكي عن النجومية، وبعد كده مشكلتها بقى انها كانت وحيدة أغلب أوقات حياتها، وإنها ما كانتش عايشة حياة شخصية مستقرة، أو إن هي ما كانتش لاقية شريك حياة مناسب إنها تتجوزه.
فلا يعني بالنسبة لي تجربة فيلم الست بشكل عام هي تجربة عظيمة. فيلم عظيم، فيلم قوي، فيلم حسيت فيه بأحاسيس في بعض المشاهد فيها تأثير كده رهيب بالنسبة لي. يعني في الآخر خلينا نقول، هل فيلم الست هو فيلم حلو ولا فيلم وحش؟ لا، بالنسبة لي فيلم الست فيلم حلو جدا. وفي الآخر هي وجهة نظر شخصية. انت ممكن يعجبك الفيلم، غيرك ممكن ما يعجبوش الفيلم، ولكن في الاول وفي الاخر احنا لازم نحترم الاراء. وارجوكم يا جماعه ما تحكموش على اي حاجه قبل ما تتفرجوا. ده كان ريفيو صغير كده عن فيلم الست. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.